جوزوني وانا صغيره عشان يعملوا فيا. انا كنت احلى بنات منطقتي، احنا كنا بنات كتيره جدا في الشارع لان احنا في منطقه ارياف، فالشارع بنقول عليه شارع. فكنت احلى بنت فيهم، حلاوه وجمال وشعر وكل حاجه، حتى الجسم كان فاير عنهم كلهم، حتى انا الوحيده اللي جالي البلوغ قبلهم كلهم تقريبا. ابوبا كان فاكرني هخش ان انا ابقى دكتوره، بنت الدكتوره راحت بنت الدكتوره جت، كان بيندهلي كده على طول. المهم دخلت اولى اعدادي وتانية اعدادي وجيت في تالتة اعدادي. ايه اللي حصل بقى؟ بعد ما دخلت تانية اعدادي جبت ملحق. المهم ابويا زعل قوي، قال لي ازاي بنت الدكتوره تجيب ملحق، بنت الدكتوره ازاي ما تجيبش ما تنجحش زي زمايلها. المهم دخلت الملحق ونجحت. دخلنا على تالتة اعدادي على اساس ان انا هجيب مجموع اخش ثانوي، وابويا كان بقى متاكد ان انا ايه، رغم ان انا عارفه ان انا نفسي حتى ما كنتش اعرف يعني. دخلت الاعدادي وانا اصلا ما لا افقه شيئا في اي شيء، كنت اللي انا شايفاه شايفه حلاوتي وشايفه نفسي وشايفه نفسي احلى بنات الشارع. كنت اتدلع وابص للبنات كده بقرف لان انا احلى منهم فعلا، حلاوه بجمال بشعر طويل طول بعرض، وايه بقى خرات البنات خرط لي زي ما بيقولوا. كنت واخده في نفسي مقلب جامد قوي. جينا تالتة اعدادي كل زمايلي اللي معايا نجحوا وانا اللي وقعت في 3 مواد. ابويا قال لا كده مش هينفع، انا كده ايه امل فيكي خاب، يعني كده مش هتبقي دكتوره يا بنتي. قالت له يعني ايه يا بابا؟ قال لها لا مفيش حاجه، انا كل اللي هعمله ان انا هقعدك وهجوزك. انا بقى كنت فرحانه ان انا هتجوز، ما كانش في دماغي بقى التعليم والكلام ده كله، شايفه نفسي حلوه. هو انا للتعليم؟ انا للجواز. كل ده كان بيحصل معايا، وكنت ايه بقى واخداني الجلاله قوي، ما كنتش عارفه اللي هيحصل لي بعد كده. المهم اول عريس جالي شاب كويس جدا وابن حلال، بس اكبر مني بحوالي 15 سنه او 20 سنه. ابويا وافق عليه، سال عليه، وهو من عندنا من منطقه، احنا منطقه فلاحين وكلنا عارفين بعضينا، ده ابن فلان وده ابن علان ودي بنت فلان وده بنت علان، كلنا عارفين بعضينا في المنطقه. المهم ابويا وافق عليه. وانت موافقه؟ طبعا موافقه. بقيت اخرج البنات كده بدلع، انا اتخطبت وانتوا لا، انا خلاص هتجوز وانتوا لا. البنات طبعا كل زمايلي دول خلصوا الاعداديه، اللي راح دبلومات، واللي دخل ثانوي، كل واحده فيهم دخلت حاجه. انا الوحيده اللي وقعت واتخطبت. فاكره بقى نفسي ان انا بغيظهم، اخرج لهم كده لابسه ايه الدبله في ايدي، واخرج لهم كده عامله شعري ومتنكه ولابسه اصل خطيبي جاي النهارده، اصل خطيبي عمل، اصل خطيبي سوا، بان انا بغيظ البنات. ما اعرفش في الاخر اللي هيحصل لي. الحمد لله. المهم جوزوني واتجوزت. انا ما اعرفش حاجه عن الجواز خالص. دخلت بيت عيله، بس هما مش عيله كبيره قوي، كل اللي موجود فيها له اخت يعني في عاهه كده في ايديها، وهو وامه، وله اخ تاني متجوز بره البيت. انا طبعا شايفه نفسي انا هخدم دول، انا مين اخدم نفسي. من اول اسبوع في الجواز والخناقه دار بينا، اعملي حاجه ما اعملهاش، شايفه نفسي حلو، محدش يقول لي اعملي حاجه. حماتي تكلمني اكلمها بتناكه، اخته نفس الحوار، هو ارد عليه. طبعا انا شايفه نفسي زي ما بقول كده، شايفه نفسي ان انا واحده، ان انا محدش يعمل فيها حاجه. حاجات جوزي مبقتش اعملها، ما انا مش فاهمه حاجه عن الجواز، ومحدش قال لي يعني ايه جواز، حتى امي ما كلمتنيش يعني ايه جواز. فانا كنت واخداها زي ما بيقولوا ايه فتحه صدر، ان اي حد يكلمني مش هسكت له، اي حد يقول لي حاجه مش هسكت له. وفعلا جوزي يكلمني اطلع فيه، يشخط فيا ويضربني، لدرجه بقى يضربني عشان انا اتعدل، هو يضربني وانا ازيد فيها. ازاي انا اتضرب؟ ازاي انا فلانه اتضرب؟ ازاي بالحلاوه دي اتضرب؟ حماتي مش عاجبها حالي، اخت جوزي برضو مش عاجبها حالي، راحوا اشتكوا لامي. امي بقت تقويني، امي تتخانق معاهم عشاني، يعني حتى امي ما قالتليش ده غلط ما تعملوش ولا ده ما تعملوش، لا بالعكس امي بقت تقويني. وابويا نفس الحوار، بنتي ما تتضربش، بنتي ما تعملش. طب ما هي بنتك غلطانه، انا عارفه انا كنت غلطانه، انا عرفت دلوقتي ان انا غلطانه. المشاكل كترت قوي. المهم عدى شهر، التاني التالت بقيت حامل، عرفوا ان انا حامل. فكنت غضبانه فغضبت فرجعوا، عشان اول غضبه عندنا الام او الاب هما بيرجعوا البنت، هي اول غضبه عندنا كده، لما تغضبي اول غضبه اهلك اللي بيرجعوكش، فاهلي خدوني ورجعوني. المهم قعدت شهر ونص وخانقت مع جوزي خناقه رب السما، وخناقه ملهاش لازمه. ليه وليه؟ ان هو بيقول لي امي كويلي القميص ده عشان رايح بيه الشغل بكره. انا اكوي قميص؟ انا مكوش حاجه وادي لك مكواجي، انا اتعب نفسي ليه؟ انت ناسي ان انا حامل؟ قال لها يا ستي مفيش مشكله، المكواجي احنا دلوقتي بقول لك اكوي انت، ايه المشكله اكوي انت؟ لا ما تقوليش اكوي، انت ما تقوليش اكوي.
يعني انا حتى لو ردت عليه رد حاسم انا عارفه ما رضيش عليه قال لي انت بتردي عليا كده ليه؟ انا بكلمك بالراحه. لا مفيش حاجه اسمها بالراحه، انت عايزني، انت عايزني انا اكويلك؟ انا تعبانه، هو كل حاجه على دماغي؟ مش كفايه امك؟ مش كفايه اختك؟ لا ايه اللي جاب امي واختي دلوقتي؟ انا بقول لك القميص تقول لي امي واختي. المهم راح مديله عليا وضربني بالقلم على وشي. خدت بعضي وروحت. طبعا خلاص كده اول غضبه وديتنا الغوي بيجي، هو ما جاش بقى. قعد شهر واتنين تلاته، كنت خلاص دخلت تقريبا في الخامس او السادس تقريبا في الحمل. المهم ما جاش خدني. جه بقى بعد مده، طبعا عندنا هنا كان ايه، امي وابويا واهلي اتمالوا بقى من ناحيته. ازاي ما جيش ياخدك؟ المفروض يجي ياخدك على طول بعد اذاها باسبوع، المفروض يجي يكلمونا، ما حدش كلمنا، اتنكوا عليه، هو اتنك عليهم. جه ياخدني، مسكوا ببعض، مسكوا في خناقه بعض، كلمه من هنا وكلمه من هنا، كلمه من هنا وكلمه من هنا، قامت خناقه. خد بعضه عشان ما اطولش عليكم وراح ماشي، ما خدنيش. هي المره ما جاليش تاني. ناس كتيره بقت تجيلي من ناحيتهم، وابويا يقول ابدا ما هيش راجعه، ابدا ما هيش راجعه. المهم انا خلاص كده يا جماعه ازاي؟ طب انا كده خلاص هولد، انا خلاص على الولاده. امي قالت لي ما حدش يقول له على الولاده. انا عارفه انا امي ايه كانت في دماغها حاجه هتعملها. قالت لابويا، هو وابويا متفقين بس ما حدش فيهم قال لي ايه اللي هيعملوه. طب يا امي وتقولي له احنا خلاص انا كلها يمين وهولد، تقول لا ما حدش يقول له حاجه، ما حدش يعرفه حاجه. طب يا امي ليه قالت كده؟ المهم خدت بعضي وامي خدتني ورحت فين؟ ورحنا عشان نولد. ولدت، جبت ولد. امي تخليني نايمه وتاخد الولاد من جنبي وتوديه لابوه من غير حتى ما رضعه حتى لبن السرسوب. قمت من النوم بقول لها امال ابني فين؟ قالت لي ابنك وديته لابوه. ليه يا امك كده؟ قالت لها مفيش كلام ولا تنطقي بعد كلامنا، ولو قلت كده مش هنعرفك ولا انت بنتنا ولا نعرفك. طبعا سكت، بس كان قلبي بيوجعني. هي هم هعمل ايه؟ ابني هم بقى هناك لقوا الواد لحمه حمرا وجاي لهم، حتى الواد بيعيط جعان. راحت عمه الولد اللي هي اخت جوزي خدت الولد وعملت له حبه كراويه اللي انا عرفته يعني، وراحت مديهم للولد لحد ما شو هتعمل ايه. كانت هتديله اللي انا عرفته بعد كده ان هي ودته للدكتور يكتب له نوع لبن يمشي عليه، ما هم مش موجوده. المهم هو لاني عملت كده قال لا دي بتقعدش على ذمتي، لازم اطلعها. وفعلا اتفقوا مع بعض وقالوا راح لابوها وقال دلوقتي احنا ايه كده ما ينفعش مع بعض، شو انتوا عايزين ايه؟ وشيلنا من ده تحت عندي. احنا ابننا اللي هي خلفته احنا خدناه. راح ابويا قال له ايه؟ طب ما احنا اللي ودينا لكم، احنا مش عايزين نعرف حاجه منكم، خلاص عايزين نطلق بس ناخد حاجه بنتي كلها. قال له عايز تاخده خده، يعني اذا كان الغالي عليها اللي هو ضناها واتولد منها ما خدش حتى بق لمن منها وجبته لنا، هنبص هقول لك ايه؟ خد اللي انت عايزه. ادوا اللي هو عايزه وراح مطلقها. هو خد الولد واخته ده لاخته قال لها معلش يا اختي، اخته عندها عهد ايديها يا عيني بس ربت الولد، خدت الولد ربته. طبعا انا ايه بقى؟ قعدت عند بيت ابويا، بس برضو رجعت زي ما انا اتنك برضو قدام الناس عشان محدش يكسر عيني، اروح واجي والبس واعمل واسوي كاني ما عملتش حاجه، بس انا جوايا موجوع من ابني، بس مش هقدر اعمل حاجه، ابويا وامي حكموا بكده وانا مش هقدر اعصاهم. المهم يعدي سنه والتانيه يجي لي عريس من عيله كبيره عندنا اللي هو اصلا معاه دبلوم او اعداديه اللي انا عرفت في الاخر ان هو اعداديه مش دبلوم، وما اتجوزش قبل كده ومن عيله كبيره. طبعا اهلي وافقوا وهو شاب صغير ما دخلش دنيا قبل كده، وانا كنت طبعا صغيره لان انا اصلا متجوزه صغيره بعد اللي يعني ما خدتش الاعداديه واتجوزت خلاص. المهم عملوا فرح وعملوا ان هو ما دخلش دنيا قبل كده، وعملنا زيطه وزبريطه وايه وفرح ما يتحكيش، وكنت لابسه حته فستان كنت زي القمر. طبعا خدته ايه واتجوزته، ما اعرفش حاجه عن ابني بقى، خلاص تركت ابني ده من دماغي، مش في دماغي اصلا، واتجوزت الشخص ده. هو شغال بيشتغل حاجات ايه اللي بيعمل بيها العربيات وكده. دخلت بيتهم قديم قوي وحياتهم مش قد كده. المهم سكت ودخلت وقلت ايه بلاش تطلقي تاني يا بت عشان ما حدش يمسك عليكي ماسكه. وامي قالت لي اوعي تطلقي تاني، مفيش طلاق تاني، كفايه طلقه واحده بس عشان ما يقولوش العيب منك. اتجوزته وخلاص وقعدت في العيله وبقيت اخدم ابوه وامه قاعدين معانا، وكان له اخ متجوز بس في مكان تاني. حماتي بقى ما كانتش طايقاني، ما كانتش حباني خالص وبتعاملني اوحش معامله. هو كان في الاول بيعاملني كويس والدنيا كويسه معانا، جبت منه ولدين وبنت. طبعا ابني التاني ما عرفش عنه حاجه. الولدين وبنت للاسف هو بقى ايه مش بياخد تعليم العيال، ما علمش العيال. اتنين، واحد اشتغل على توك توك والتاني ما عرفش يشتغل صنايعي فين في حته كده، والبنت جوزتها. قعدت معاه مده طويله جدا، ابص الاقيه مش طايقني ولا طايق يقعد معايا ولا طايق يكلمني، مش كارهني،
جالي السكر واسناني وقعت وبقيت وحشه، بعد ما كنت زي القمر بقيت زي الزفت والمرض مسكني. المهم راح اتجوز عليا. اعمل ايه؟ اتجوز عليا وسابني وتركني خالص. اهله كان عندهم بيت قديم قوي تاني خالص، خدوني وقالوا ايه، خدها قعدها في البيت القديم ده لوحدها، تقعد بيها هي لوحدها، مش عايزينها معانا. كانوا كارهيني جدا وكارفيني. خدوني وحطوني في البيت القديم ده، بيت قديم قوي، ولا بقى يديني مصروف زي الاول، والاكل مفيش اكل زي الاول، عيالي اللي بقى يشتغلوا ويجيبوا لي. المهم دلوقتي عيالي واحد منهم عايز يتجوز، هيديني ولا يتجوز؟ هو كان شغال على توك توك ابني، وللاسف ابني بقى يشرب وبقى متنيل، وعيالي ما تربوش تربيه حلوه. المهم عرفت بقى ايه، حبيت اعرف حاجه عن ابني التاني. ابني التاني ما شاء الله عرفت انه اتعلم تعليم عالي وخد شهاده عليا ومتربي احلى تربيه. بس يقولوا له امك، يقول انا ما اعرفهاش. طبعا انا زعلت لما قال كده، هو قال ما اعرفهاش. هو طبعا هم حكوا له ان انا رميته، حتى بديله بق اللبن في بق اللبن في بقه. وعيالي اللي جبتهم تربيه زي الزفت، اتجوز عليا، وبقت الحاله ضيقه والدنيا وحشه ومبقاش يديني مصروف. المهم عايزه اتجوز ابني بقى دوت. اعمل ايه؟ ضغطت على نفسي ومش هاخد منه فلوس، اي لقمه اكلها، اي حاجه ياكلها. جوزي يقعد ب3 ايام ما يجيليش، ما بيبصش عليا. انا اللي كنت حلوه وحلوه وعايقه بقيتش كده. اشوف زمايلي اللي هم كانوا معايا بقى في الشارع، اللي هم البنات اللي جوزت جوازه بسم الله ما شاء الله كويسه، واللي اشتغلت واللي خلصت ولابسين دهب في ايديهم، لدرجه ان انا بقيت ابص للدهب في ايديهم اقول لهم يا فلانه تلبس دهب وانا ما لبستش. كانت تبص لي قوي كده، عايز تقول لي الله اكبر في عينك، وحقها تقول لي الله اكبر في عينك. بقيت يلبسوا العبايات الحلوه الشيك، الشنط الحلوه، الكوتشيات الجميله هم لابسينها، وانا ولا كل ده عندي. عباياتي قديمه وشبشبي زي الزفت، وانا متعلمه وانا معايا شهاده. هم بقى اتعلموا، البنات اللي انا كنت بتنك عليهم اتعلموا تعليم حلو وجوزوا جوازات حلوه بسم الله ما شاء الله عليهم، والدهب بقى في ايديهم، وانا اللي خبت فيهم. انا اللي خبت فيهم، ولا بقى تعليم ولا جوازه ولا حتى عيال. حتى ابني التاني ده بيعتبرني مت، بيقول عليا ان انا مت. المهم جوزت ابني ده وخلاص، عمل بجمعيه وضغطت معاه والدنيا والحياه، وحتى جاب ايجار جديد، مفيش عندنا مفيش مكان يعمل فيه يتجوز فيه. واتجوزته وايه وربشت الدنيا. وبرده جوزي ولا بيسال عليا ولا بيجي لي كل فين وفين، ويجي لي مره او اتنين، وساعات بيجي لي، ساعات ما بيجيش بالاسبوع ما يسالش فيا. بقيت اقول لنفسي انا اللي عملت في نفسي كده، انا اللي عملت في نفسي كده. انا بقى ايه وانا قاعده كده هفين الشوق ان انا اشوف ابني اللي انا رميته، لقيته اللي بعتها بالمرسال جت تقول لي بيقول لك ملوش قعدت اعيط لما قلت يا بس يا ترى هو عنده حق انه يقول انه ملوش المهم سكت وتركته، قلت ايه شويه كده وابعت له تاني، مفيش مشكله، خليه مره في مره ان شاء الله يحن عليا. هو شغال شغاله كويسه، ما جايز يساعدني في العيشه اللي انا عايشاها، بس هيساعدني ايه وانا معايا راجل؟ المفروض ان انا معايا راجل. شكلي بقى يرثى بيه. لما اشوف زمايلي احسدهم، لما اشوف عيلتي عشتي اتنيل عليها واطب على وشي منها. يعني انا مش عارفه اعمل ايه، خلاص حالتي بقت زي الزفت وعشتي وحشه جدا، واكل وشرب مفيش. وكل بقى بقابل حد من زمايلي ليني بشتكي، الاقي اللي قدامي مش عايز يسمعني. بشتكي من حالتي، بشتكي من جوزي، بشتكي ما بيدينيش، ما بيعمليش، ما بيسوينيش، والعبايه اللي عليا زي الزفت. يعني حتى بروح بمشي بقى في الشارع مكسوفه منها، مش عارفه حتى اشتري عبايه البسها. يعني انا اللي عملت في نفسي كده، اكيد. بس انا يعني هل الحلاوه دي كلها كانت تستاهل ده كله؟ دول لنفسي كده. الحلاوه دي كلها اللي كنت متكئه على الناس، زمايلي بقى احلى مني، واحلى مني في اللبس، واحلى مني في الشكل، واحلى مني في الطبع، واحلى مني مع رجالتهم. انا اللي كنت بتنك عليهم وبتنك على لبسي وشكلي ومنظري وحلاوتي. اعمل ايه؟ وخلاص هو سابني كده، جوزي رميت الكلام زي ما بيقولوا. بنتي جوزتها جوازه وخلاص، كل مده بتجيلي، بس الحمد لله طلعت جوازت احسن من جوازتي شويه. برضو حالتي زي ما هي، افضل طول النهار من غير اكل لحد ما يجي جوزي بالليل مثلا لو هيجيلي اقول له ما عنديش حاجه اكلها، يروح يجيب لي حته جبنه ورغيفين واذا كانت الشيبسي وخلاص، ويقول لي خدي اتعشي. بقيت زي الكلبه بعد ما كنت نفسي شايفه نفسي حلوه وجميله واموره وعايشه في بيت ابويا معزوزه. خلاص كده. طبعا ابويا وامي ماتوا من زمان، سابوني والدنيا بقت وحشه بالنسبه له. ليها اخت بروح اشقر عليها واقعد معاها شويه واروح على بيتي، هو كل ده اللي بعمله. اعمل ايه؟ خلاص
كل حاجه ضاعت، واسناني وقعت، والسكر طبعا مبهدلني، وبقيت خلاص ما بقتش انا، ما بقتش انا اللي انا بتعيب بنفسي في كل مكان. انا بقول لنفسي ده ذنب الواد اللي انا رميته، ذنب العيش الاولانيه اللي انا اتمنعنت عليها، واتمنعنت على الناس اللي انا عايشه معاهم، فعلا اتمنعنت وكنت واخداها تحت الستر عليهم، ورميت ابني من غير حتى ما اديله بق لبن. ايه يعني امي تقول اقف قدام امي واقول لها لا؟ لكن ما قدرتش اعمل كده، ما قدرتش. في الاخر اهو اللي جرالي، خدت واحد برضو من عيله بهدلني وبديني وبيشيل المر وما بيدينيش فلوس ولبسني مقطوع، وعيالي زي الزفت الاتنين، والبنت جوزتها صغيره وخش اخلص منها عشان العيشه زي الزفت، وحياتي بقت وحشه جدا، وحياتي بقت مقرفه، وانا بقيت قرفانه من كل حاجه. بقيت ابص اللي حواليا واحسدهم، بقى يخافوا مني دلوقتي لما يشوفوني يقولوا الله اكبر، احس انهم بيكبروا في سرهم قبل ما يشوفوني، بحس ان هم بيديروا وشهم مني وانا ماشيه في الشارع عشان ما يسلموش عليا، عشان ما اقولهمش ايه اللي انتوا لابسينه، وانا غصب عني ببص، ما انا محرومه، ببص هم لابسين ايه ولا عاملين ايه ولا شايفين نفسهم ازاي، غصب عني ببص لهم، اعمل ايه؟ محرومه، انا محرومه. كل ده ذنب الولد الصغير، وذنب جوزي الاولاني، وذنب ان انا اتنعنت عليهم. كنت شايفه نفسي حلوه ومغروره، فعلا كنت حلوه، حلوه جدا كمان، البياض والحلاوه والشعر كل ده خلاص، والسنان وقعت، والحاله بقت زي الزفت، حالتي بقت زي الزفت. انا بعطيلك القصه دي عشان اقولك تقوليها، عشان ما حدش يعمل، مفيش حاجه اسمها الحلاوه، الحلاوه بتروح، الشهاده انك تاخدي شهاده، انك تتجوزي وانت مش صغيره مهما ابوك وامك قالوا. هو ابويا كان عايز يعلمني بس انا مش حابه التعليم، التعليم اساسي، ان انا اشوف كياني اساسي. انا لما اشوف زمايلي كده ما شاء الله عليهم شهاده عليا وتعليم وجوازه حلوه وكويسه، وجوزوا مش جوزوا الصغيرين، جوزوا بخلصوا تعليمهم ولابسين ومتشيكين، بس حسر على نفسي، ببص العبايه اللي انا لابساها واقول ايه العبايه اللي انا لابساها دي، ايه الشبشب اللي في رجلي لابساه دوت، نفسي امسك شنطه حلوه زيهم كده وامشي زيهم، بس ده كله منين؟ مفيش. انا اتملعنت، بصيت لحلاوتي، حلاوتي وحلاوتي، الحلاوه بتروح، اتملعنت على الناس وكبرت على جوزي اولاني وعيلته. اللي جرالي خدت واحد ابن لذينه ومطلع عيني، واللي هو ما بيديهاليش دلوقتي، واتجوز عليا رغم حلاوتي، اتجوز عليا. الناس بقت تخاف مني عشان عينيا بتحسد. ما هو انا اتحرمت من انتوا عم فيه دوت، اتحرمت من لما واحده صاحبتي لابسه بنطلون وبلوزه كده وماشيه في الشارع، اقول لها ايه يا بنت البنطلون ده، ايه الحلاوه دي؟ تحس ده بتخاف مني. لما تبصي لي لابسه كده جايبان بهدله عليا والشبشب مقطوع في رجلي، وانا حالتي زي الزفت، اللي كانت حلوه واحلى بنات الشارع واحلى بنات المنطقه كلها تبقى بالمنظر ده. انا اللي عملت كده في نفسي، انا اللي عملت كده في نفسي واستاهل. فيا ريت محدش يعمل اللي حصل لي دوت، يا ريت ما تبصوش لحلاوتكم، قولي للناس كده، قولي للناس كده، الحلاوه مش كل حاجه، اهم حاجه التعليم والاخلاق، وان انا ارضى بعيشتي. انا كنتش راضيه بعيشتي، شايفه نفسي ما استاهلش جوازه زي دي في اول جوازه، ولما رميت ابني خدته يعني امي خدته من جنبي وانا ما حسيتش بيه، وما عاتبتش امي ولا زعقت ولا قلت ابني ولا عملت اي حاجه، ورميته، وانا حتى بدوش بقه لبن. دلوقتي بيعتبرني موت ابني، واحسن من ولادي اللي انا جبتهم من التاني، ومتعلم تعليم كويس واحلى تعليم، ويتجوز كمان جوازه حلوه جدا وما عزمنيش، اعتبرني مش موجود، اعتبرني موت ابني، اعتبرني موت. انا ندمانه. قولي للناس، احكي لهم، قولي لهم ما حدش يعمل اللي انا عملته. وانا بقول واصل الرساله بتاعتها ان هي غلطت، انا عارفه ان هي غلطت، بس هي كانت عيله، انا بقول هي كانت عيله، اهلها هم السبب، هم اللي خلوها كده، هم اللي خلوها يعني حتى لو انت سقطتي او عملتي نضغط عليها وتعيد السنه وتنجح وتبص لنفسها، لكن هم كانوا شايفينها حلوه وشايفينها حاجه كويسه. ابوها لما قالها هتبقى دكتوره وشدت العيديه قال لا قعدها، طب ما انت عايزها دكتوره كون وراها واضغط عليها وخليها تعيد السنه، انا بقول كده، وخلاها تكمل تعليمها. لا، رايح دماغه جوزها، وهورني يجوزوها ما عرفوش يعني ايه جواز، ولما ما نفعش في الجوازه وولدت العيل خدوا العيل ودوه لاهله من غير حتى بق لبن ما ياخدوا بقه. يا ترى هي كده ضحيه مجني عليها ولا هي كده مش ضحيه؟
انا بقول هي كانت عيله مش فاهمه حاجه، هي كانت باصه لحلاوتها، كان عايزه حد ينبهها، حد يفوقها، بس ما لقيتش. انتوا رايكم زي رايي ولا رايكم مختلف؟